غندير واحد لاصوب ديال القرعه الحمراء، نقطع القرعه خيزو. هنا تقريبا عندنا نص كيلو ديال القرعه حمراء، جوج خزوات قطعناهم على جوج، واحد مطيشه، واحد بصيله، ندير لهم واحد عروج ديال اليازير، 3 دروج ديال الثومه بالقشره ديالهم، مليحه، ابزار، تقريبا هنا 2 معالق ديال زيت العود، نغطيو بقاغيط ديال الزبده ونحشيوه للفران تطيب معاه. وهذه الخضره ديالنا من بعد ما خرجت من الفران طابت مزيان. حيدوا هاد الوراق، هاد الشاي سميتهم ديال اليازير، وريقات ديال اليازير. نهزو الخضيره ديالنا باش نديروها في الكميله، نديرو ليها الحليب ونطحنوها. نتوما طابت مزيان معانا. مطيشه غنحيدو ليها الجليده ديالها فوقاني سخونه. الثوم ديالنا وهذه المريقه ديال الخضره حتى هي غنزيدوها. هاد البصله ديالنا حتى هي راه طابت. هذه الثومه نحيدو لها القشره بطبيعه الحال، هي سخونه. نحيد هاد المريقه غنضيفوها. المهم الفيديو راه ما تصورش ليا ملي زدت المريقه راه زدتها كامله. وغنزيدو ليها كاس الحليب وغنطحنوها وغنديروها فوق البوطه على شويه. غنطحنوها هنا. راه زدت انا مازال كاس صغير ديال الماء، وهنا غنزيد مازال المليحه، وغنزيد كاس صغير ديال الكريمه ديال الاكل. وهنا غنزيد معلقه ديال زيت البلديه، كتجي واحد لاصوب زوينه قدموها باقا سخونه. وهنا كنقدموا لاصوب ديالنا باقا سخونه. مادام وصلتوا للفيديو حتى لهنا، نتمنىو تشاركوا في مطبخ سهل وبسيط كل اسبوع، وما تنساو تدعموا المطبخ بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وكنزينوا السوبه ديالنا على اي شكل بغينا. هذا هو الشكل النهائي ديال لاصوب ديالنا.